يعني هيخلص نروح للدوري البلجيكي. ده جدول اندرلخت بطل الدوري. على فكره الدوري البلجيكي ليه كده سيستم غريب شويه، يعني مش زي كل الدوريات. لما بيخلص الدوري العادي بيلعبوا مع بعض تاني من الاول للسادس ومن السابع للعاشر، حاجات كده غريبه شويه. لكن ده النهائي خلاص. اندرلخت لعب 30 مباراه، فاز في 20 وتعادل في 7 وخسر 3. ليه 61 جون وعليه 26، الفرق 35 جون والنقاط 67 نقطة. هداف الدوري جيرمي باريات 28 هدف، ده هداف اندرلخت. اللي بعديه ديوم جيلي 14 هدف. طبعا هتلاقوا الدوري البلجيكي اقل شويه من الدوريات الاخرى، هتلاقي الارقام اقل، اللعيبه اللي جايبه الاجوان اقل يعني، ولكن من الدوريات اللي تعتبر في الترتيب الثالث او الرابع في اوروبا. اندرلخت الاول، كلوب بروج ده طبعا اللي كان بيلعب فيه كابتن نادر السيد 61 نقطه، جينت 56، سان لييج 51. اندرلخت طبعا كان بيلعب فيه كابتن طارق السعيد. نروح لانجلترا، نروح للدوري الانجليزي ولسه ما خلصش. الدوري الانجليزي دايما على صفيح ساخن. الاسبوع اللي فات كان مباراه قويه جدا جدا بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، او مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وحسمها بشكل الاسبوع اللي قبل اللي فات وحسمها مانشستر سيتي 1-0. الاسبوع الماضي كان في مباراه قويه جدا بين مان سيتي ونيوكاسل، وكان عشاق المانيو او مان يونايتد كان عندهم امل كبير ان هم يتعادلوا في هذه المباراه، خصوصا ان نيوكاسل بيلعب على المركز الثالث او الرابع، وبالتالي كان عايز يكسب، كان بيلعب في ملعبه. ولكن يايا توريه احرز هدفين مهمين جدا جدا، وخلاص قرب اللقب بشكل كبير جدا من مان سيتي. عنده اخر مباراه مع كيو بي ار في ملعبه في المان سيتي. كيو بي ار كوينز بارك رينجرز بيصارع على الهبوط، فبالتالي هيبقى ماتش صعب مش سهل. مان يونايتد نفس الكلام، لعب الاسبوع اللي فات وكسب، ولكن عنده مباراه اخرى برضه مع الساندرلاند ومرجح ان هو برضه يكسبها، ولكن هيبقى دايما اللقاء مان سيتي وكيو بي ار هو اللقاء الاهم والمرتقب. جدول الدوري هتلاقي مان يونايتد زي مان سيتي بالظبط عدد نقاط، ولكن فرق الاهداف 8 اهداف الى مان سيتي، هما بياخدوا بالاهداف. الارسنال المركز زي ما قلت لكم الثالث 67، توتنهام 66، ونيوكاسل قلت لكم كان لو كسب كان هيعدي الارسنال ويخش على الشامبيونز ليج، لان في انجلترا بياخدوا اول 4 للشامبيونز ليج. ده طبعا الاف اي كاب، وفوز تشيلسي بالاف اي كاب على ليفربول بهدفين لهدف واحد. فرحه لاعيبه تشيلسي بعد اللقاء في غرف الملابس. ده اللقب الاول لدي ماتيو المدرب الايطالي الشاب، واللي كان مساعد لبواس البرتغالي، اللي الراجل من ساعه ما مسك وهو بيأدي اداء قوي يكفي ان هو طلع برشلونه وصل تشامبيونز ليج فاينل، ودلوقتي بياخد الاف اي كاب. اقاويل كتير بتقول ان دي ماتيو هيبقى هو مدرب تشيلسي الموسم القادم، نظرا لنجاحاته الكبيره والكثيره، وخصوصا لو حقق حلم ابراموفيتش وكسب بطوله تشامبيونز ليج، لان ده الحلم الكبير جدا لابراموفيتش اللي هو رئيس نادي تشيلسي الملياردير الروسي. ناس كتير جدا هو امله وحلمه هو الشامبيونز ليج، ما حققوش مع مورينيو ومشى مورينيو عشان كده، هيدنج مشي عشان كده، سكولاري مشي عشان كده، انشيلوتي مشي عشان كده. هل دي ماتيو المدرب المساعد كان ابتدى الموسم كمساعد مدرب، هل ممكن ينهي الموسم كبطل تشامبيونز ليج بطل اوروبا ويكمل الموسم القادم؟ ده اللي هيبقى هنشوفه ان شاء الله يوم 19 مارس في ميونخ ما بين تشيلسي وما بين بايرن ميونخ. ماتش صعب جدا، ماتش مهم جدا. حلقتنا النهارده خلصت.